من المؤكد بل والرهان على الدولة، قال يعني دولة قوية قوي ومؤسسات فظيعة وعقليات جبارة وطول عمرها ناجحة، مش هي اللي مغرقانا ومنزلانا تحت الرجلين. الدولة دي اللي احنا فجأة اكتشفنا ان هي اللي هتقوم بالمهم، اللي هي عك رهيب، واللي هي غرقتنا كل السنين دي، واللي كل الارهاب والفشل الرهيب اللي بنعاني منه من جرائها. ونرجع تاني يقول الجهاز الامني اشتغل في السياسة بعد ما لبسنا في الحيطة من جراء شغله في السياسة، بعد ما كان امن الدولة هو اللي بيدير الحياة السياسية في مصر، فحصلت 25 يناير وكمان 30 يونيو، فهنا تاني نقول لامن الدولة او الامن الوطني اللي بيشتغل في الارهاب لا تعالى كمان بقى شوف لنا موضوع الانتخابات، ويكلموا رؤساء احزاب ويدعموا قوائم، ومش هنضحك على بعض، ده كلام واضح جدا ومعترف بيه ومتقال، وكل النفي اللي بيتقال له نفي وهمي وتدخل بقى من اجهزه واجتماعات في مباني اجهزه، كل ده تاني وتتحالف مع السلفيين. يا راجل الدوله المصريه تتفاوض مع عبود الزمر، عبود الزمر بيزور الاجهزه الامنيه ويقعد معاه دلوقتي الان، ونعمل نفس الجريمه التي ارتكبها النظام السابق يرتكبها النظام الحالي، الجريمه تفاوض مع السلفيين والقعده مع الجماعه الاسلاميه والتواطؤ مع السلفيين والتدليس مع الاحزاب الدينيه نفس الجريمه. ايه ده؟ مش معقول يا ربي، دوله ايه دي؟ دوله ايه؟ لا مش دوله عواجيز، دوله موظفين.